السلام عليكم خوتي، معكم رفيق فيديو جديد اليوم ان شاء الله. اليوم خوتي الموضوع ديال اليوم يكون على حسب انثى ديال الخنيسي اللي تزوجت لي بالحمام الزاجل. نوريكم الاخبار ديالهم فين وصلوا، يعني واش قربت تنزل بيضة ولا باقي. يعني بقوا معنا نديكم معلومات عليها، بقوا معنا خوتي، وزائد الاجابه على بعض الاسئله ديال المشاهدين. نديرلكم فيديو اخوتي على حسب الانثى ديال الخنيسي، يعني شنو يعني الامور ديالها، يعني فين وصلت. بزاف المشاهدين سقسوني يعني شنو يعني فين وصلت الانثى الخنيسي، واش نزلت بيضة واش باقا. بقاو معنا يعني نجاوبوا الاخوان على بعض هاد التساؤلات ونوريكم الانثى فين وصلت. ها هي الانثى الخنيسي اخوتي، هاد الذكر ديالها كما كتشوفوا. اللهم بارك. الانثى اخوتي فيها بيضة، يعني في هاد الايامات هادي ان شاء الله صدق تنزل بيضة، يعني قربت اخوتي يعني تنزل بيضة. اللهم بارك. يعني بزاف د الناس قالوا لي اخوتي يعني زوله من الذكر ديال الحمام الزاجل، ولكن الاخوان عارفيني علاش عملتها مع الذكر هذا. يعني ماشي انا عملتها معاه، يعني تلاقت مع الذكوره وهي يعني الذكر هذا تزوج بها، عليها انا خليته معها باش يتعمل بيضات ويشوفوا المشاهدين الناس اللي انتقدتني على هاد الانثى هادي يعرفوا اف اشرف ما كيكذبش وكيقول اللي كاين. اصلا ما عندي علاش نكذب. يعني كما كتشوفوا اخوتي الانثى هي يعني مع الذكر ديالها. يعني بزاف د الناس شافوني تعطلت في هاد الايامات، كنت مريض وما كنحط شي فيديوز. يعني بزاف د الناس عاوتاني كيدخلوا ليا في الواتساب كيقولوا لي ميكتي على اللانتا، يعني واش ما نزلتش بيضة واش كدا واش هذا. ولكن ها هي الانثى يعني باقا مع الذكر. الانثى يعني الذكر كيتبعها يعني كيقرقر عليها، يعني فيما مشات كيمشي معاها، حيت الانثى فيها بيضة اخوتي. يعني ان شاء الله قريب تنزل بيضة، عاود تنزل بيضة ان شاء الله نكون معكم في الخط اخوتي ونعمل لكم فيديو عليها اللي تنزل بيضة اخوتي. المهم يعني حاليا هادو هما الاخبار اللي كاين على الانثى. يعني الانثى باقا يعني مجوجه مع الذكر. الحمد لله. يعني اخبار اللي ما جا اخوتي، اي خبر اي يكون نقول لكم اخوتي على الانثى. المهم يعني حاليا هادو هما الاخبار اللي كاينه. بقاو معنا اخوتي يعني نجاوب اخواننا على بعض الاسئله ديال المشاهدين. بقاو معنا اخوتي نجاوبكم للاسئله اخوتي ديال المشاهدين. وحتى لا قال لي انا عندي الحمام ديال العنبر ان شاء الله جبتو، شحال المده باش نطلقو في السجنه ديالي. اللي بغيت نقول لك اخوتي، يعني الحمام العنبر يعني عندهم واحد الذكاء بحال الحمام الزاجل، وكيعقل على بلاصه اللي تربى فيها. يعني صعيب حتى هو يتربى، يعني تحاولوا يعني تزوجوه وتطلقوه من الاحسن. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي انا عندي جود فواياجور حضاني لنا بيضة، ولكن فيما كينزلوا بيضات ما كيفقسوهمش. شنو هو السبب؟ الا كانوا دائما كينزلوا بيضات ما كيتفقسوش، عرف بلي ديك فواياجور كيعطيو بيضات خاويين، اما الانثى ولا الذكر. وغالبا كتكون الانثى في هذه الحاله هذه، يعني غالبا كيكونوا الانثى كيعطيو البيضات خاويين. يعني تحاول نتبدل الانثى الذكر وتشوف. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي يعني كيف بقى الذكر اللي شريته مريض واش برا. الذكر اخوتي اللي شريته طلع مريض، يعني باقي اخوتي يعني مريض، يعني ديتو باستيات، يعني ديتو دواء طبيعي يعني مثلو بصال. وباقي شويش بوغراني عيدا حيت هو ضربو الريح وكيبقى يسعل. يعني عملتلو بوماده الصفراء يعني للدمعة د العين، يعني ما بقاتلوش، ولكن الحنجره ديالو باقا مخنوقه اخوتي، يعني باقي ما تحسنش ب 100%. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي وقتاش تبدل السجنه ديالك. السجنه ديالي اخوتي يعني ان شاء الله قريب نبدلها، يعني كان نخطط لها يعني باش نبدلها.
باقي بزاف د الحوايج، كاين اللي كيقول لي عمل السجنه بالحديد، كاين اللي كيقول لي بني، باقي ما عرفتش. وما كرهت يعني اخوتي تاتوما تعاونوني في هاد القرارات هادو، يعني شنو نعدل السجنه ديالي، يعني من حيد هادي واش نعدل سجنه هي بالحديد يعني ونغطيها هيدا يعني هي بالستونات د الحديد، اولا نبني باللاجور. تحاولوا يعني تفيدوني اخوتي، يعني نتوما عطيوني الراي ديالكم وقولوا لي شنو نعمل. يعني حتى القرارات ديالكم اخوتي راه كيهموني، راه نتوما بحال فاميليا ديالي، يعني اي حاجه كندي قرارات ديالكم يعني بعين الاعتبار، كناخذ الاسئله ديالكم بعين الاعتبار، كنقرا الاسئله ديالكم اخوتي. السؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي اخي عرف الله يشافيك، شكرا اخايا على هاد الدعاء هذا، يعني الصراحه والله الا كنت مريض هاد الايامات هادي، عاد رجعت نعد لكم فيديوز. يعني السؤال ديال هاد الصديق هذا قال لي شحال المده اللي كتزوج بها، يعني اللي كيزوج الذكر بالانثى، شحال المده؟ يعني الزواج الذكر والانثى ما عندوش مده محدده، كيقدروا يزوجوا في نهار، كيقدروا يزوجوا في يومين، في 3 ايام، يعني ما عندوش شي مده محدده بتزوج الانثى مع الذكر. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي انا يعني عندي جوج ديال الحمام الصبيان، يعني 3 مرات كتولد الانثى وكتنزل لي واحد البيضه، شنو المشكل؟ يعني الانثى تنزل واحد البيضه، هذا امر عادي اخوتي، يعني كاين الانثى اللي كينزلوا واحد البيضه، يعني داكشي على حسب الجينات ديال الانثى، كاين الانثى اللي كتنزل لي بيضه، يعني الامر عادي. كاينه يعني الانثى اللي كتنزل المره الاولى هذه كتنزل بيضه، الولاده الثانيه كتنزل جوج بيضات، يعني ماشي شي حاجه، يعني ما كاينش شي مرض ولا شي مشكل، يعني الانثى كتنزل واحد البيضه، يعني ماشي شي حاجه. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي انا عندي واحد الانثى ديال فواياجور كتعضل لي على البيضات، ولكن كتفقسم وما كتكبر لي شي فروخه بصحه جيده، يعني ما كتحيدش، يعني ما كتربيهمش، يعني ما كتربيهمش مزيان وما كتوكلهمش مزيان. يعني اللي بغيت نقول لك، يعني هاد الانثى هادي ديال الحمام الزاجل، يعني خصك تكون كديها ماكله مزيان ومن المستحيل يعني الانثى ما تكونش يعني من المستحيل تكون الانثى ما كتعطيش الماكله الفروخه ديالها يعني مزيان، يعني ضروري تكون كتوكل الفروخه ديالها في حاله الا كانت مريضه، يعني الا كانت مريضه تقدر تكون كتضيع الزغاليل ديالها في الماكله. اما الا كانت بالصحه ديالها وهذاك، يعني ضروري توكلهم مزيان. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي انا عندي جوج د فروخات الخنيسي، يعني وفواياجور اللي كانوا كيوكلوهم، الانثى هربت لي والذكر بقى، واش الذكر يقدر يكمل لي الفروخه بالتوكيل؟ الذكر يقدر يكمل عليهم، ولكن واحد يطلع ناقص اخوتي، كما كتعرفوا الفروخه واحد كيكون كبير على اخر، يعني خصك دائما الصغير طين لباباه يوكلو والكبير تزولو، ومع ذلك خصك الصغير تزيد تعاونو بيدك باش تطلعوا بصحه جيده. المهم اخوتي، يعني ما نطولش لكم بالاسئله بزاف، كانوا هادو هما الاسئله ديال اليوم. صراحه اللي كيعجبو الفيديوهات د عرفه اف ار، يعني يتابونا معنا في القناه ديالي ويفعل الجرس باش توصل الجديد، ويبارطاجي معنا هاد الفيديو، والناس اللي كيعجبوها الفيديوهات ديالي تعمل لايك، للناس اللي ما كيعجبوهاش الفيديوهات د عربي يبقى تعمل ديسلايك. وشكرا خوتي للناس اللي كتدعمني وكتقول لي كمل ومسانداني من البدايات ديالي، كنوجه لكم شكر كبير من هاد الناس اللي متبعاني من البدايات ديال عرفه يبقى. شكرا خوتي على الدعم ديالكم، الفيديو اللي ما جاي ان شاء الله.